وأنا باتكلم معاك دلوقتي كلام عبارة عن مجموعة من الجمل، وأنت دلوقتي مهمتك إن أنت تقسّم الكلام ده علشان تعرف أنا باتكلم صح أو غلط. بعد ما قسّمت الكلام ده كله وعرفت إن هو صح أو غلط، أحب أعرّفك على الproposition. معاكم محمد الجوهري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلًا بيكم في فيديو جديد من سلسلة discrete mathematics. كالعادة هنمشي بالترتيب اللي إحنا ابتديناه أول فيديو. ليه باستخدم الحاجة دي؟ طب إيه الحاجة اللي أنا باستخدمها؟ طب الapplication عليها، باشوفها فين؟ طيب، من الكلام اللي فات ومن المقدمة، عرفنا إن إحنا بنقسّم الجُمل بتاعتنا بنفس الطريقة. إحنا خدنا قبل كده إن الكمبيوتر بياخد الكلام متقسّم عشان يقدر يفهمه. أنا قسّمت له الجُمل بتاعتي، اديت لها قِيَم معيّنة واديت لها للكمبيوتر. الكمبيوتر ساعتها يقدر يفهمني، وساعتها أقدر أتكلّم معاه، وساعتها هيدّيني كلمة رِد، وكده تمِّت المهمة بيني وبين الكمبيوتر، قدرنا نفهم بعض ونكلّم بعض. طيب إيه هي الproposition؟ الproposition من كلام اللي فات ومن المقدمة معناه إن عندي جملة بادّيها قيمة صح أو غلط. أنا باقول لك إن القاهرة عاصمة مصر، طبقًا لمعلومات عنك قبل كده هي صح. لمّا أقول لك إن 2+3 بيدّيني 6 والأرقام دي integer، هنفهم يعني إيه integer بعد كده، هتقول لي غلط طبقًا للمعلومات عندك، ودي الproposition. طيب إيه الvariable أو الproposition variable؟ باختصار أنا عندي في الprogramming variable هو مكان في الميموري بيتغيّر القيمة بتاعته على حسب أنا باحُط له إيه. بنفس الطريقة أنا عندي variable بيتغيّر قيمته على حسب أنا باحُط له إيه، true أو false. عندنا بعض المفاهيم مهمة محتاجين نفهمها، هُم بالضبط 4 مفاهيم زي ما أنتم شايفين. أول حاجة الcomponent proposition. من الآخر أنا عندي كام جملة مربّطهم ببعض عن طريق تربيطة معيّنة هناخدها دلوقتي هي الconnectors. طب إيه هي الconnector؟ هي الlogical operator زي الAND والOR والXOR والBut والimplication والby conditional. باختصار يعني دردشة بسيطة، لو إحنا قُلنا إن الAND معناها الstatement الconjunction. أنا دلوقتي عندي جملة و أختها لازم تكون صح علشان يبقوا الكلام على بعضه صح. لمّا أقول لك أنا رُحت المدرسة ومعايا قلم أزرق، لو أنا استخدمت الAND هنا، لو أنا رُحت المدرسة true ومعايا قلم أزرق true يبقى الجملة كلّها true. أي خلل في الجملة يبقى الجملة كلّها غلط. يعني لو أنا رُحت المدرسة بس معايا قلم أزرق مثلًا أو معييش قلم أزرق، خلاص كده الجملة كلّها غلط. لو قُلت لك أنا رُحت المدرسة وممكن يكون معايا قلم أزرق، ساعتها أستخدم الOR. لو معايا حاجة فيهم صح يبقى الجملة بتاعتي صح. قُلت لك الXOR أو الexclusive OR بمعنى إن أنا دلوقتي في مطعم وقدامي أشتري سلطة يا شوربة مع الأكل اللي نازل لي، ولكن ما ينفعش آخد الاتنين، بس أنا أقدر أدفع الاتنين، ولكن قوانين المطعم لأ، أنت تاخد حاجة من الاتنين، ما ينفعش تاخد الاتنين حتى لو تقدر تدفع. النُطق ده بان في كلامي أصلًا. لو قُلت لك حاجة وقُلت لك لأ ده غلط، يبقى خلاص كله على بعضه غلط. الimplication أو الconditional statement لمّا أقول لك إن شرط يحدث نتيجته كذا. لمّا أقول لك إن أنا اشتريت قلم أزرق، فالكتابة هتطلع لك قلم أزرق. الكتابة اللي طلعت لك قلم أحمر يبقى أنا ما اشتريتش قلم أزرق. يبقى الجملة التانية لا تعتمد على الجملة الأولى. لو قُلت لك الif and only if أو الby conditional الجملتين معتمدين على بعض. طالما أنا اشتريت قلم أزرق، الكتابة ظهرت لك زرقا، يبقى أنا اشتريت قلم أزرق. حصل خلل في أي جملة من الاتنين يبقى الكلام كله غلط، وهُم معتمدين على بعض. هناخد حاجة اسمها truth table. أنا دلوقتي بعد ما قسّمت الجُمل بتاعتي وعندي جُمل كتير كده، عايز أعرف جميع الاحتمالات الممكنة عشان أقدر أستخدمها في حاجات بعد كده. هاستخدم الtruth table. طيب الtruth table إزاي بابنيه أصلًا؟ هو عبارة عن جدول عادي، الvariables اللي فيه أو عدد الcolumns قد عدد الجُمل اللي عندي، من أول الvariable الواحد لحد ما توصّلهم ببعض يبقوا إيه component variable. تمام؟ طيب أبنيه إزاي برضه؟ أنت عايز تعرف جميع الاحتمالات الممكنة، لو قُلت لك مثلًا true false والّا false true عايز تضبّطها كده. طبعًا القانون بتاعنا اللي هو 2 power n. طب جه منين؟ أنت دلوقتي عندك الجملة الواحدة احتمالين true أو false، فكده عندك الاتنين، وعندك n من الstatement، فأنت كده عدد الcombination الممكنة بين الtrue والfalse هي 2 power n. بمثال لو عندي 2 variable يبقى أنا عندي true false true. كده عندي 2 power 2 4 احتمالات بس true وإيه وtrue false. طيب بعد كده كل ما تكتر الاحتمالات أو كل ما تكتر الجمل تكتر معاها الاحتمالات، فتلاقي الجدول كبير جدًا. ولكن أنت في العادي ما بتستخدمش كل الجدول، أنت بتاخده عشان تعرف بيه بعض المعلومات، ولكن في بعض الحاجات أنت بتحلها بمجرد. طيب في حاجة اسمها الbinary. طب يعني إيه الbinary string؟ أنت دلوقتي بعت لي متر الجملة، هو حوّلها لصفر وحايد represent يمثل هذه الجملة. طيب أنت عايز تعمل عملية معينة، هذه العملية تساوي حاجة من logical operator ما بين الجملتين. فأنت مثلًا عملت إيه، مجموعة من الأصفار ومجموعة من الوحايد بينهم OR، يبقى أنت هتعمل القوانين بتاعة الOR تطبّقها،
وهكذا مع الAnd وهكذا، وهكذا. في الآخر بيطلع لك نتيجة، النتيجة دي represent حاجة معيّنة في الحياة الواقعية لمّا تيجي تعمل ترجمة ليها للإنسان. طيب أنا باشوف الكلام ده فين؟ في الproofs. طبعًا أنا عمّال أقول لك من الأول أنت عندك شوية كلام بتحاول تثبته صح أو غلط، ولكن إحنا هنحتاج الكلام اللي أنت قُلته صح أو غلط نشوف الsequence بتاعه، لو تمام يبقى أنت راجل بتتكلم صح طول الوقت، لو أنت الsequence ضرب في حتة معيّنة ما فيش حاجة راكبة مع التانية يبقى أنت بتتكلم غلط، بتتكلم أي كلام، أنا عارف الكلام ده قدّامي. طب أنا عايز حاجة سهلة أقولها لكم. في الprogramming أنت دلوقتي عندك كود بسيط زي ما أنت شايف كده، أقدر أطبّق كل القوانين بتاعة الlogical operator فيه، لو قُلت لك أنا عندي P وQ أيًا كان أنا مثلًا حطيت في البرنامج بتاعي إن الP دي طبقًا ليها إن هي كذا والQ كذا، أقدر ألعب براحتي، لو قُلت لك إن الP والQ حد فيهم صح يبقى أنا إيه في الفيديو رقم 2، لو قُلت لك غلط يبقى الفيديو رقم دي حاجة بسيطة يعني تشرح لك الموضوع. نعمل recap سريع، أنت دلوقتي عرفت ليه بنستخدم preposition، طب إيه هي الpreposition وعرفنا 2 application عليها. طبعًا الكلام كتير في الpreposition لسه إحنا في أول جزء منها، كده اتكلمنا عن موضوع ملخص بسيط جدًا، طبعًا الكلام يطول في الpreposition لسه إحنا في أول جزء من الchapter بيتكلم عنها، ده ملخص سريع في الpreposition أنا ما قُلتش كل حاجة ولكن كان تركيزي الكلام ده إحنا بنشوفه فين في الواقع. حابب أشكركم جدًا على حسن استماعكم للفيديو، أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.